حتى يقال ان سيدي ابراهيم الدسوقي في الصلاه دي ان هو شافها في رؤيه، شافها في رؤيه انه ربنا اطلعه على اللوح المحفوظ. الولي مش بيقول من عند نفسه، ده بيبقى منك برز اليك. فهمت؟ يعني الكلام من الله برز الى الله. لكن الجدع ده في الرؤيه قال له الرسول، فلقيته جايبها لي في ورقه اللي هو بتاع، وقال لي الرسول بيقول لك انت اللي تشرحها. فبقيت اقراها لاول مره واشرحها. فالحمد لله، لان لما بيجي لك الامر بالاذن ربنا بيبين لك المعنى على طول، مش محتاج تطلع على حاجه. تجد سيدي ابو الحسن الشاذلي تكلم عن او اخرج لنا صلاه اسمها الصلاه الذاتيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي. النور الايه؟ النور الذاتي. وسيدي احمد بن ادريس في الصلاه بتاعته في الصلاه الثالثه النور الذاتي. وسيدي محي الدين ابن عربي رضي الله عنه بيتكلم عن النبي انه النور الايه؟ النور الذاتي قديم. ومن يقول ان النور الذاتي حادث يكفر. فالنبي عليه الصلاه والسلام هو نور الله الذاتي. نور الله ليه؟ فلما يبعته لنا يبقى بيتدلى لينا. انما هو فين؟ بعتته ليه، ده هي الرساله، ده الرسول. انما هو نور الله الذاتي، هو ده النور بقى اللي ملوش سلوك. ولا احنا بقى لنا سلوك، بنرقى بقى او ننزل. واحد يسلك علوا والتاني يسلك ايه؟ سفلا. احنا يعني. انما النبي عليه الصلاه والسلام يتدلى لينا عشان ياخد بايدينا الى مين؟ الى الله سبحانه وتعالى. وعشان هو نور الله الذاتي فهو غير مخلوق، لأن صفات الله غير مخلوقة. يبقى هنا بيتصلي على مين؟ على الذات المحمدية اللي هي الروحانية، الحقيقة المحمدية، النورانية المحمدية. لأن احنا قلنا إن الذات المحمدية مرت بمراحل في التكوين. أول مرحلة لها كانت النور المحمدي، مثل نوره كمشكاة. ثم بعد ذلك هذا النور تحول إلى روح، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هذه الروح خلقت سائر المخلوقات، فصارت كالسر الساري في سائر الأسماء والصفات، يعني تجليات الأسماء والصفات في الأكوان. فهذه الروح خرج منها أشعة لكل مخلوق، فلا بد أن يكون هناك شعاع خارج من هذه الروحانية حتى يظهر المعدوم للوجود وحتى يستمر وجوده. فهم؟ وبالتالي بيصلي هنا على الذات المحمدية. وعشان هو نور الله الذاتي فهو غير مخلوق، لأن صفات الله غير مخلوقة. يعني أي صفة من صفات ربنا مش مخلوقة، صح ولا لا؟ وربنا قال له إنك رؤوف رحيم ولا لا؟ أنتوا عارفين طبعا إن سيدنا آدم أول جسم اتخلق، وسيدنا محمد أول روح ظهرت، صح؟ أول ما خلق الله نور إيه؟ إذ لا يجتمع أمر ونهي وحب وعشق. حد يؤمر اللي بيحبه؟ لا. الأمر والنهي ده لأن هو إيه؟ للعبد الذي قد لا ينتهي وقد لا يأتمر، فيقول لك هأمرك وانهاك. إنما إذا صرت محبوبا خلاص ليس هناك أمر ونهي بين أهل المحبة. يبقى إذا كان من أهل المحبة مفيش أمر ونهي، في إيه بقى؟ حب. يبقى بيعبد الله على إيه؟ على حب، غير اللي بيعبد الله على حرف، غير اللي بيعبد الله عن أمر، غير اللي بينتهي عن نهي. لا، كل حاجة ليها بقى إيه المرتبة بتاعتها. يكفي في دليلك في الاحتفال بميلاده وحبك، فدليلنا حبنا، فدليلنا محبتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يكفي. والله لو قال النبي لا تحتفلوا بيوم مولدي لظننا أنه يتنازل عن حقي فلا احتفلنا، لأن النبي إذا تنازل عن حقه الأدب مقدم على الاتباع، فقد يتنازل عن حقه. لو ورد حتى نص لا تحتفلوا بميلادي وانشغلوا فيما أقامكم الله فيه، لو قال ذلك لاحتفلنا وخالفنا الدليل وقلنا أن الدليل تنازل عن الحق وتقديم الأدب مقدم على الاتباع.
فما بالك لا يوجد دليل بالنهي؟ فشيء عجيب، وقلوب لم يدخل فيها الحب. فنحن دليلنا قلبنا محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحتفل به